السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. يستعد المنتخب المغربي لخوض أولى مبارياته في بطولة إفريقيا 2023 أمام منتخب تنزانيا يوم 25 يناير الجاري في مدينة ياموسوكرو الإيفوارية. وحسب تقارير إعلامية فإن الناخب الوطني وليد الركراكي ينتظر الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للأسود من أجل الحسم في مشاركة كل من العميد غانم سايس وزميله حاكم زياش اللذين يعانيان من إصابات قد تحرمهما من المشاركة في المباراة. وفي حالة غياب سايس فإن المخضرم يونس عبد الحميد سيكون الخيار الأنسب لتعويضه، فيما سيكون أمين عدلي الخيار الأنسب لتعويض زياش. وإذا استعاد سايس وزياش فإن الركراكي سيحافظ على كل الركائز الأساسية التي راهن عليها خلال سابق المواجهات، في إشارة إلى كل من الحارس ياسين بونو، حكيمي، أكرد، عطية الله، أمرابط، أناحي، أملاح والنصيري.